انا مشخصنها مع يوتيوب، لان انا زي اي يوتيوبر طبيعي، والله مش طبيعي، انا اصلا ذكاء اصطناعي. بس المهم يعني ان انا المفروض اخد بريك. انا كنت ناوي اخد 3 اسابيع بريك، زي اي يوتيوبر طبيعي. اي يوتيوبر طبيعي بياخد 3 اسابيع بريك عادي. بس اليوتيوب اداني علامه صفراء. ليش انا عملت ايش؟ بس انتوا اعتمدوها، كل ما اليوتيوب يديني علامه صفراء هتلاقوا فيديو بعديها بيوم، فاهم؟ بعديها بيوم. فالمهم يا اصدقائي، يا ريت نعوض كل العلامات الصفراء اللي اليوتيوب بيديهاني دي، وتدعس لايك، دوس لايك. تمام والله العظيم انا مش فاكر خالص. Andiamo. ويلا بقى نشوف عندنا النهارده انديامو بيبي. اوكي ما بيبي. النهارده يا جماعه عندنا فيديو من السلسله التي اوش صدق انا مش عارف. بس النهارده يا جماعه عندنا فيديو مين؟ يبدو ان ابلة ثلمى صنعت وحش. ده الراجل ده شكله هيبقى سبب في ان احنا ناخد علامه صفرة تاني النهارده. الراجل اللي مخلص على نص نسوان البلد. وصل. المهم يا جماعه صح، عشان شكله هيبقى فيه ميمز كتير عن هذا السفاح. وبما ان اليوتيوب كمان مستقصدني وواقف لي على الكلمه، على الكلمه يوتيوب، فاحنا هنستبدل كلمه قاف ت لام بقط. شفت ده كيوت ازاي؟ تمام؟ يعني هذا الرجل القاه. فهمت؟ لقط اهم هتفهم. لسه ما جاتش اللي تهتم عشان اتلم. يا رب ما تجيش اللي تهتم بيه يا رب. ده هيخلص على نص النسوان اللي في مصر. يا رب مش هلاقي حتى اتجوز. وش في المواصلات انا في الحقيقه للاسف ده مش وشي في المواصلات. لا بهزر معاكم يا جماعه، اكيد بهزر معاكم. ثقوا فيا. بس بجد يا جماعه في ناس كتير قوي بيجيها انستجرام بيقولوا لي احنا شفناك النهارده كنا عايزين نيجي نسلم عليك وبتاع، بس لقيناك مكشر. هم عندهم حق. لان انا لما بمشي في الشارع بعطيها وضعيه الانجري بيردز، بمشي عامل كده. النقيب تصير فهمي هو اللي هيقبض على سفاح الجيزة. بجد الحاجة الوحيدة اللي انا مش قادر اتقبلها في المسلسل ان باسم سمرة هو الظابط. ازاي باسم سمرة هو الظابط؟ انا معرفش بجد. لو حطوا باسم سمرة مكان السفاح كنت هصدقها اصلا. بس برضك يعني لازم ناخد بالنا من ستاتنا. ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفقا بالقوارير. يا جماعة أنا أعلنها، أنا لقيت المعذبهم الحقيقي. لا بجد أنا بكلمك بجد. مش مصدقني. لا ده معذبهم بجد، مش كارفهم. لا ده بيعذبهم بجد. لا ده أنا النهارده فرحي في حقه حقيقي. عجبتك؟ أوي. أنا عارف إن أنا ما ينفعش أضحك في حاجة زي كده، بس إزاي المخرج جاله قلب؟ يا عم المخرج إزاي جالك قلب؟ دي في أول حلقة ليه؟ هتموتوا الصاروخ ليه؟ قال اسمه اللوح كل البنات حبوه. شيخ احمد خلاص. يتأخر يستنوه. شيخ احمد خلاص. عامل دايما مشغول وبكل تقل يقول رفقا بالقوارير. المسلسل ده جاب لي تراست ايشوز ده من اول حلقتين، يعني مش عارف ليه. ايه اللي جاي في الباقي معرفش، بس انا احرق لكم يا جماعه. تعالوا احرق لكم، يمكن حرق يطلع صح. اللي هيكشفه مش باسم سمرة ولا حد، اللي هتكشفه واحده انثى. انا ما قلتش حاجه صعبه يعني، لان هو اصلا في المسلسل كله بيتعامل مع اناس، مع نوتايات، فاكيد يعني هيتقفش على ايد واحده انثى. يعني اكيد مش النقيب تصير فاهم هيجي يقفش. المهم يا جماعه ده شكل سفاح الجيزه الحقيقي. هو ده الراجل الحقيقي اللي بيقت، وهو ده اللي عامل كل هذه الجرائم الشنيعه. بصوا بقى عشان انا جايب اخري. تمام انا جايب اخري. هو انا الوحيده اللي شايفه شكله عسول؟ والله ملامحه حلوه لو بس يحلق السكسوكه. وانتي اجمل ست في العالم.
اوعديني انك تتعلم. بجد بجد يا جماعه انا مش هتنمر او اتنمر عادي، ده يجوز عليه التنمر، ده قاتل نص نسوان البلد. لا عادي اهو، عادي اتنمر يا ده عادي اهو. حلال تقول لليوتيوبر اللي ما عملش حاجه مناخيرها كبيره وبتاع واللي قاتل نص نسوان البلد ما تتنمرش على شكله، لا نتنمر عليك ولا شنبك ده ولا كارت انا الشخص الوحيد اللي ما ينفعش يتريق على الشنب. بس بجد يا جماعه شنب وسكسوكته مدين لي ايحاء صومو ملامح بسم ابو سمره سكسي. والله العظيم ما قصدي اي حاجه وحياة ربنا. بس تخيل معايا بجد يا همي، بشنب وسكسوكته دول قدر يشقط كل النسوان الطرش دي، ما بالك بقى لو شعره كيرلي. كان عمل تيك توك. يعني عايزاني احلف على المصحف ان دي اخر ليله هتباتي فيها هنا؟ لا مش عايزاك تحلف، انا مصدقاك. قد وعد فاوفى. الرجاله لما بتوعد. هو فعليا للناس اللي ما شافتش المسلسل يعني هو تمام، وهي خلاص يعني هي فعلا خرجها من الوقت. احمد فهمي نص الستات اللي في المسلسل الجديد رنت تليفونه. تأملت والدنيا بها العجب والعجب وتأتي بلا سبب فلا ظلها دان ولو طال أمنها. انا المستر بتاع العربي بتاعي كانت رنت تليفونه زي دي. ايه يا بابا؟ لما واحده تساله قتل اللي قبلي ليه؟ دمرتني يا عبير. يا بنات حاسبوا بقى محدش يحاول يدمر شاب تاني. في دماغك صوت ماليش دعوه. إذا ما قال ثواني بس جات لي مكالمه على الموبايل. تقريبا كده احنا غطينا كل الميمز اللي عن سفاح الجيزه يعني اللي نزلوا في اول حلقتين. انا ما اعرفش بقى الحلقات هيبقى فيها ايه، بس انا بجد يا جماعه المسلسل عاجبني في دماغك وناوي اكمل متابعه فيه. خافي اقل قاعده بين الرجاله. بص فلك القمر. بص بقول لك ايه، الحكم الاول تلعب ضغط، الحكم الثاني تنط 10 نطات. لا ولا هتضحك هتخش النار. ايه الحكم الثالث؟ تعمل ايه؟ صلي على النبي يا عم، صلي على النبي. سقف ولا فيك الحكم؟ ايه؟ سقف ولا فيك الحكم؟ هي فاكره انها بعد ما كلمت مامتك انها كده بقت مراتك رسمي. امك بعد المكالمه تقييمي 5 من 10. البت التانية اللي كلمناها الصبح كان دمها اخف. انتوا بتجيبوا الامهات دي منين؟ لا بجد سؤال. انا مامتي حضرتك لما بتقرا الكومنتات على اي صوره بنزلها على الانستجرام بجد بتبص لي بصت كده حزن وحسره. يا ابني عرفني يا ابني، لو عايز تصيع قول لنا. النهارده ايه بسرعه؟ مش عارف. عيد جوازنا ايه؟ انا صعب. من اعتاد على القلق ظن الطمأنينة فخ. دي انا مش عارف الحكمه دي لايقه على اللي اقول، بس هي في العموم رساله مرعبه يعني. يعني احنا كرجاله ما بنهتمش بالتواريخ. فيكفي ان احنا حافظين 6 اكتوبر. ساعات احيانا عيد ميلادنا. قلبي مش اسود بس عمري ما انسى حد قال لي هجرب النضاره بتاعتك وامسكها من العدسه. انتوا بتزعلوا قوي كده بجد؟ يا نهار. ماشي وانا اقول لما تبقى قاعده معاه اول مره وتلاقي رنة تليفونه النغمه دي. لا انت حرام. لا حرام. الموضوع ده حاسه غلط بجد. بس انا بدأت اشك في كل الناس انهم سيريال كيلرز. لما تلاقيه جايب لك سلسله ذهب في عيد جوازكم وجاي يلبسها لك. في دماغك صوت بيقول عجبتك؟ بيصور. لا الفيديوهات دي بتاعت علامة صفرا. لا
لا يا جماعه بجد لو شفت حد بيقع قدامي في الشارع هقول لي هياخد علامه صفراء. يا جماعه انا فاهمكم العلامه الصفراء دي بسرعه كده. العلامه الصفراء دي يا جماعه لما بتيجي الفيديو عند حد مش بياخد من الفيديو ده فلوس، تمام؟ عشان كده لما باخد علامه صفراء بعمل فيديو تاني. بس العلامه الصفراء دي بتيجي من ايه؟ حاجه فيها عنف، حد وقع، حد لا الفقرة دي برضو مش عاملها في فرحي. لا هو فرحي اول ما نخش هنشغل جون سينا، تمام؟ قشطة، تيت دخلنا الدخلة، تمام؟ بس هنقعد هنسلم بقى بايدينا اليمين، هنسلم بقى ولو في رقص ممكن نرقص. بعد كده هنشغل اغنيه بقى ايه، يا دي الزين ويا دي الزين، وخلاص كده خلص الفرح. لما تكون متخانق معاهم في البيت عشان تخطبها ولما تتقدم لها ترفضك، ابوك كل ما يشوف وشك في البيت لا يا رب، يا رب لا، مش عايز الموقف ده يا رب. إذا أردت أن تصبح ثري فعليك أن تصبح 1 ثم 2 ثم ثري. اس. Oh my god. لا. قول اس. قول اس. قول say اس. قول اس. لا تسمعش كلامه، ما تقولش، ما تسمعش كلامه، ما تقول اس. لا قول لا قول اس. yes. قول اس. لا تسمعش كلامه. قال له قول say اس. I stay in the cut like a band-aid, and that's when my shooters be one down. يا جماعه احنا اتفضحنا وسط الاجانب. الفيديو جايب 11 مليون فيو برو. بس ده ما يمنعش ان الراجل اللي بيعمل فليبات دي اللي هو الشقلباظات، كل الناس طورت ذاتها الا هو. من 3 سنين من كام بقاله كتير قوي بيتشقلب بجد، كل ما اخش تيك توك الاقيه بيتشقلب ولحد دلوقتي ما جابهاش. ليه كل الناس طورت ذاتها الا انت وانا وبعض من المتابعين. تدي نفسك كام بقى من 20 في تحقيق الذات؟ بتهيألي ولا اي حاجه خالص. ولا اي حاجه؟ 0 يعني من 20؟ ممكن ولا 0 كمان. امال كام؟ مفيش من مفيش. ماشي ماشي بس يا تيمور، بس نو جلد ذات. انت جميل، انت حلو. نو جلد ذات. لا ما تتوترش، لا ما تتشنكش، انا في الافراح وانا باكل حته الجاتوه وانا مش لاقي شوكه اصلا بقى باكلها بايدي. المصور بقى تعال لقطه تحفه. انا نزلت ستوري على انستجرام فيها صوره سفاح الجيزه، قلت لكم يا جماعه وجهوا كلمه لسفاح الجيزه، فيلا بينا نشوف كلامكم الموجه الى سفاح الجيزه رفقا بالقوارير. منتظرين حلقه قط تيمور. هو للاسف تيمور عمر السفاح ما يعرف يموته. لا ما فيش ما فيش لا. رفقا بالقوارير. مقادير وصفة صينية البطاطس يا شيف. برو بالمعنى الحرفي ركز على اهدافك. اموت انا في صينية البطاطس. لا ده مجنون. لا ما موتش لا ما موتش في صينية البطاطس. ما بحبش البطاطس. مظلوم والله يا تيمور. وانتي اجمل بنت في العالم، اوعديني انك تتعلم. ينصر دينك يا يا عيني يا جدعان، ده شكل النسوان عملت له تروما في حياته. تعالى بني سويف وانزل جولة في الحي التالت.
انت عرفت عنوان بيتي من عنوان بيت ايه؟ ممكن تشوف عمتي؟ والله يا هتدفع هوريك اللي عمرك ما شفته. موتت الصاروخ ليه؟ ايوه ده سؤال بجد. ليه؟ في اول حلقة كده، في اول حلقة حرام عليك، حرام عليك، انت ما عندكش قلب تحسش؟ ينفع تضيف ياسمين عز في قائمة الضحايا؟ تقريبا لو سفاح هتبقى في قمة انبساطها لانه راجل. تيمور هو السفاح. إذا ما قالني ربي معلش جات لي بس مكالمة على